كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد المجموعه ديال الاشخاص كانوا منضمين لواحد العصابه. هما كانوا بغاو يهربوا السلاح لكوريا الجنوبيه. العصابه وجدوا الكاميو وتحركوا، وفي ديك الوقيته البوليس غتكون وصلتهم الخبار. تما غيحطوا بارج في الطريق اللي كانوا غاديين فيها العصابه. البوليس وقفوهم ولكن العصابه كان عندهم السلاح. تما غيخرجوا عندهم وغيشبكوا فيهم بالقرطاس. القرطاس يترعرع، بقاو كيتيروا فيهم حتى صفاوها النص فيهم ورماو عليهم قنبله وكملوا طريقهم. المخابرات الصينيه ساقت الخبار ديال هذا الشيء اللي وقع وقرروا يفتحوا تحقيق باش يلقاو هاد العصابه. هذا العميل تشاو غيمشي عند الرئيس ديالو غيطلب منه يمشي مع الفريق باش يرجعوا السلاح اللي تسرق. الرئيس غيقول ليه بلي هاد العمليه خطيره بزاف وما يمكنش نضحي بواحد من الفريق ديالي، وغيقول ليه بلي غيكلف واحد العميله جديده. تشاو غيقول ليه هاد العميله مستعده تضحي براسها وتمشي لهاد العمليه. الرئيس غيقول ليه وقع ليها اللي وقع، انا ما عنديش فيها المشكل، المهم عندي هو يبقى الفريق ديالي وما يوقع عليهم والو. وهذا الشيء علاش قررت نصيفطها هي بوحدها. تشاو غيسافر لكوريا الجنوبيه باش يتلاقى مع هاد العميله. هو تلاقى معاها وعطاها واحد الصاك ديال الفلوس باش تقضي به، وعطاها واحد لاكارت جديده بسميه ديال يوضاهي، وقال لها الا احتاجت شي حاجه اتصل به، وقال لها بلي هاد العمليه خطيره ومحال تخرج من ناحيه. هي قبلت بها وتحركت في حالها. تشاو بقات فيه وقرر يمشي عند واحد صاحبه ويطلب منه يعاونها. تلاقى بصاحبه واللي كان سميتو ساراب. تشاو غيقول ليه بلي بغيتك في واحد المهمه ولكن بلا خبر الدوله مقابل بزاف ديال الفلوس. ساراب وافق على المهمه وقال ليه خاصو يتلاقى معاها باش يقادوا الخطه اللي غيديروا. هو مشى عند واحد خونا سميتو سوهان باش يكريم عنده المحل باش يبقى يتجمع فيه هو ويضاهي. سوهان كان عنده بزاف ديال الكريديات، داكشي علاش دغيا وافق يكري ساراب. ساراب طلب منه ينظف المكتب ويقادو. ساراب وهو غادي في الطريق غتبان ليه واحد الكروسه ديال الدراري الصغار غاديه بوحدها للطريق. تما غيمشي كيجري باش يعتقها وغيكتشف باللي كان غير كلب صغير. ساراب ما شافش الكاميو اللي جاي. تما غيضربو وغيلوحو من بلاصتو. تما غتجي الاسعاف وغديه للسبيطار وغيدخل في غيبوبه. تشاو عيط ليوضاهي وقال لها العنوان ديال المحل اللي كرا ساراب باش تمشي وتلاقى به تما، وشرح لها علاش غتلاقى معاه، وقال لها بلي هو اللي غيعاونها في المهمه. سوهان كان قاد المكتب ونظفو وبقى كيتسنى في ساراب، ولكن ساراب تعطل عليه بزاف. يوضاهي دخلت للمكتب ولقاتو تما وهي يتسحب لها بلي هو ساراب، وبقات كتهضر معاه على المهمه وهو مصمك وما فاهم والو. ويلا بغى يشرح لها بلي راه غلطه، غتجبد ليه الفلوس زعما الخلاص ديالو. سوهان غير شاف الفلوس غيسمكها وغيسكت وخلاها مكمله في الشرح ديالها واخا ما كان فاهم والو. تما هي غتسولو على شي بلاصه امنه اللي تقدر تشرح ليه فيها اشنو خاصهم يديروا واشنا هي هاد المهمه. هو غيقول لها ما كاين ما احسن من هنا. تما هي غتنوض وغتبدا كتشرح ليه، ولكن في كل مره كيدخل عليهم شي واحد، ها اللي بغى يدبر ليه على الكرا وها اللي بغات يقلب ليها على الكلب ديالها. مهم الروينه في الكوزينه. يوضاهي تعصبت بزاف ولكن ما عندها ما دير وكملت الشرح ديالها. تما غتوريه واحد التصويره ديال واحد خونا سميتو بارك واللي كان عندهم مصنع كبير ديال صنع الكيماويات. هي قالت ليه بلي هاد خونا خصنا نحديوه مزيان حيت عنده علاقه مع التجار ديال السلاح، وقالت ليه بلي وصلتها معلومه على انه غيكون في النادي ديال الرقص وخاصهم يمشيو للنادي ويحاولوا يخترقوا تليفونه وينقلوا المعلومات اللي فيه في USB. سوهان قال لها بلي خاصك تمشي بشي كسوه اللي غتجبد الانتباه ديال بارك. النهار الاخر يوضاهي لبست كسوه حمراء ومشات للنادي ديال الرقص، وكانوا مشاو مفرقين باش ما يشكوش فيهم. يوضاهي مع دخلت بديك اللبسه غتجي عندها المدربه وغتقول لها بلي هاد الكسوه ما صالحاش وبلي ما غترتاحيش فيها، ومن بعد شويه ديال الوقت غيدخل لبارك النادي. يوضاهي غتعرفو، هي بدات كدير حركات اللي كيجبدوا الانتباه ديالو وقدرات تدخل الرقص معاه وبدات كترقص معاه. تما غتجبد ليه التليفون من جيبو وحطاتو في جيب سوهان. هو مشى للحمام باش ينقل المعلومات اللي فيه لواحد USB، ولكن ملي مشاو بغى ينقلهم لقى تليفونه قديم وما فيش بلاصه USB. تما غيبدا كيقلب في بلاصه الميساجات وغيلقى بزاف ديال الرسائل من واحد خونا سميتو جون، واللي كيقول ليه في واحد الميساج منهم باللي الا ما ردش عليه من هنا للخر ديال النهار غادي يعلم البوليس. سوهان ما فهم والو ما عرف شنو قصد هاد خونا. تما غير رجع التليفون حيت وصل الوقت اللي خاصو يرجعوا فيه. هو فاش بغى يرجعوا ليوضاهي رجعوا لجيب بارك ما غيلقاش كيفاش يدير. يوضاهي دارت راسها تعطرات وطاحت، ومنين بغى بارك ينوضها من الارض سوهان غير رمى التليفون من تحته باش يبان بحال طاح ليه من جيبو. داكشي اللي كان بارك هز التليفون من الارض وما دا ما جاب، وتما غيصون ليه التليفون وخرج باش يجاوب. وهو كيهضر في التليفون غيجي واحد خونا غريب وغيضرب ليه ابره في عنقه ومشى في حالو، وهاد الابره كان فيها ماده كتسرع دقات القلب لداك خونا اللي دقاه حتى كيموت. بارك سالا الابيل ودخل النادي، ومع دخل غيتيح الارض وغيعقدهم. يوضاهي مع شافتو طاح غتقول سوهان يلا نهربو. سوهان قال ليها الا هربنا غادي يشكو فينا، وداكشي اللي كان كلشي شك فيهم من التصرفات اللي كيديروا. تما غيجيو البوليس وغيبداو
يحققوا معاهم، ولكن في الاخر تلقوهم حيت بارك مات بسخطه قلبيه. وغير خرجوا من تما يضاهي غادي يتصل بتشاو وغتقول ليه بلي العميل ساره مصمك ومكلخ بزاف وما لقاتش راحتها معاه في الخدمه. تشاو قال لها راه هو عميل سري وما خصوش يبين باش ما يشكوش فيه، وقال لها ما تخافيش غير كملي. ساره بالاصلي كان باقي في السبيطار والاطباء ما كانوش عارفين شكون هو ولا كيفاش يتواصلوا مع عائلته. حتى واحد الفرمليه غتقول للطبيب بلي شافته في شي بلاصه وغتكون شافته في داك الماتش ديال البيسبول ملي شدت عليه الكاميرا. النهار الاخر يضاهي غتوصلها الخبر ديال موت رئيس عصابه واللي كان مقتول بالسلاح اللي دخل البلاد. هي قالت لسوهان بلي السلاح اللي دخل البلاد سبب بزاف ديال الجرائم، وسولاتو واش كيعرف شي واحد من الرجال اللي منضمين للعصابات باش عن طريقهم يدخلوا للعالم ديالهم ويوصلوا اللي باغيين. تما غيقول لها هادي ماشي خدمتي، هادي خدمه البوليس. يضاهي تاع الصباط تما غتجبد ليه الفلوس باش يقلب لها على شي واحد. سوهان غيديها عند واحد الشواف باش يسولوه على رئيس العصابه اللي مات. مشاو عنده وسولوه، تما غيقول لهم بلي جا عندي وقلت ليه ما غاديش يموت بالقرطاس وغتعيش مده طويله. يضاهي غادي تزمتو غتجبد ليه الخبر ديال موتو بالقرطاس، وتما الشواف غيلبدا وغيسكت. يضاهي سولاتو واش كيعرف شي عصابات كيبيعو كيشريو في السلاح. هو قال لها بلي كنعرف هاد العصابه سميتها عصابه الفأس، كتشري بزاف ديال الاسلحه من عند تجار كبار وكتعاود فيهم البيع. يضاهي وسوهان غيقلبوا على هاد العصابه مزيان وغيلقاوها، غيدخلوا عند الزعيم وغيقولوا ليه بلي هما من فريق مكافحه الجرائم وطلبوا منه يعطيهم سميات التجار اللي كيتعامل معاهم. الزعيم رفض وما بغاش يقول ليهم. تما سوهان غيدير ليه المينوط في يديه وغيقول ليه الا ما قلتيش لينا غادي نديوك تضرب العدس، وعرفهم ماشي من فريق مكافحه الجرائم. وفي ديك الوقيته غيتكلم صوت القرطاس وغيكونوا شي رجال لابسين اقنعه ودخلوا صفاو كاع الحراس وتيراو في الزعيم، وغير شافوا سوهان تحركوا في حالهم. يضاهي وسوهان هزوا التليفون ديال الزعيم وركبوا فوق الطوموبيل وتحركوا. وهما غاديين سوهان غيقول يضاهي بلي هادشي مادام فيه القرطاس خاصنا نعلموا البوليس. هي قالت ليه راه حنا في مهمه سريه وما خاص حتى واحد يعرفها وخاصها تبقى سريه حتى تسالي. وقالت ليه يرجع لها الفلوس الا ما قدرش يكمل. هو غير سمع رجوع الفلوس قال لها لا نكمل. هي طلبت منه يدبر لها على شي واحد كيفهم في التليفونات باش يحل لها هاد التليفون. هو قال لها الا بغيتي ندبر لك عليه خاصك تعطيني الفلوس. هي عطاتو الفلوس وداها عند واحد صاحبو كيفهم في هاد الشيء. خونا قدر يحل التليفون، وتما غيلقاو مكالمات مع سمسار توصلت للزعيم باش شرا السلاح وقدروا يعرفوا العنوان ديالو ومشاو كيجريو ليه. ومنين وصلوا غيلقاو الباب مسدود، تما غيحلوه بواحد اللعيبه ودخلوا. منين دخلوا غيلقاو البيبان مسدودين كاملين. دخلوا للحمام وتما غيلقاو الجثه ديالو وغيكونوا صفاوها ليه شي 4 ايام هادي. يضاهي قالت لسوهان بلي هذا اللي قتلو محترف بزاف حيت خلى البلان يبان بحال الانتحار. بقاو كيقلبوا تما ومنين بغاو يدخلوا للبيت ديالو لقاوه مسدود. وتما سوهان قدر يفتحوا بلاكارت ديالو وطاحت ليه في الارض وما ردش ليها البال. ودخلوا للبيت وغيلقاو تليفونه كاين تما وغيلقاو فيه مكالمه مع جيون. يضاهي قالت لي هذا هو التاجر هو اللي صفى الزعيم السمسار وبارك، وعن طريق الميساجات غيعرفوا بانه غدا داير حفله جمع فيها كل شيء. في ديك الوقيته البوليس غيكونوا بداو التحقيق ديالهم في الموت ديال زعيم العصابه وهما كيراجعوا الكاميرات ديال المراقبه غيشوفوا يضاهي وسوهان. المحقق اللي تلقاهم داك النهار قال لهم بلي كنت شاك فيهم بلي مخبيين شي حاجه حيت كانوا حاضرين في الموت ديال بارك وفي ديال الزعيم. تما غتجيهم الخبر ديال موت السمسار، وملي مشاو تما غيلقاو لاكار ديال سوهان طايحه تما وزادوا شكوا فيهم. داروا بحث عليهم وغيعرفوا بلي يضاهي عامله سريه ديال المخابرات الصينيه، اما سوهان ما لقاو عليه حتى معلومه وشكوا بلي حتى هو عامل سري. النهار الاخر التجار ديال الاسلحه غيكونوا كيوجدوا الاسلحه اللي غيبيعوا في الصفقه الجايه، ويضاهي وسوهان غيوجدوا راسهم وغيمشيو للحفله ديال جيون. دخلوا ليها ومشاو يسلموا على جيون، ومنين بغات يضاهي تسلم عليه غتحط ليه جهاز تنصت حوايجو ومشاو جلسوا في الطبله ديالهم. واحد من الرجال ديال جيون غيشوفهم وغيعرفهم حيت كان عقل عليهم نهار كان هجم على عصابات الفأس. في لقطه اخرى غيبان لينا عصابات الفأس جاو هجموا على جيون باش ينتقموا الزعيم ديالهم، وتما غترون وبداو كيتشموا القراصن وغيكونوا رجال جيون قوى من رجال عصابات الفأس. الطرا شدوهم مرمدوهم. تما جيون غيوقف هاد العصابه وغيقرر يدير معاهم اتفاق كتعويض لموت الزعيم ديالهم، والاتفاق كان هو يبيع لهم السلاح بثمن قل من ديال السوق. العصابه بجوج اتفقوا ومشاو في حالهم. يضاهي غتلاحظ باللي عاقوا بهم وبداو حاضينهم. تما غتقول لسوهان يلا نهربوا. مشاو للكوزينه باش يهربوا منها، ولكن غيتعرضوا ليهم رجال ديال جيون وغيشدوهم وغيديوهم لعندو. جيون غيسولهم شكون هما وشنو بغاو وعلاش لقاهم عند زعيم عصابه الفأس، وسولهم واش هو اللي صيفطهم. هما بداو كيتمتموا كل واحد فيهم كيقول هضره. جيون غيقول لهم عندي لكم حل واحد اللي هو سوهان غيمشي يصفيها لواحد من البوليس ويضاهي غتبقى عندنا، وإلا درتي هادشي
داكشي اللي قلت لكم غادي نخليكم تمشيو، والا ما درتيش غنصفيها لكم بجوج. سوهان وافق. تما غيديو رجال جيون فوق الطوموبيل وعطاو السلاح وقالوا ليه يدير داكشي اللي اتفقوا عليه. سوهان شد السلاح وبدا كيتيري فيهم هما نيت وصفاها ليهم كاملين وبغى يهرب بالطوموبيل، ولكن البوليس شدوه وما قدرش يهرب. بداو كيحققوا معاه وعاود ليهم القصه كامله من الاول حتى الاخر. قال لهم يوضا هي عامله سريه وبلي هو غير كيعاونها، وقال لهم بلي العصابه خاطفينهم ومهدينه باش يصفيها لواحد من البوليس اللي تلقوها. تما غيدخل عليهم رئيس المخابرات الكوريه وطلب من المحقق يخليهم بوحدهم لان سوهان كان حتى هو عامل سري. الرئيس بقى كيهضر معاه. سوهان كان كيسحب ليه يوضا من المخابرات اللي كان فيها هو، ولكن الرئيس غيصدمو غيقول ليه بلي هي من المخابرات الصينيه. سوهان سولو قال ليه دروكا شنو غيوقع عليها. الرئيس قال ليه بلي البلاد ديالها ضحاو بها وصيفطوها للموت. سوهان ما بغاهاش تموت. تما غياخد لواحد البوليسي السلاح ديالو وغيحطو ليه فوق راسو وخرج عندهم وبدا كيهدد فيهم وغيطلب منهم يعطيوه الطوموبيل باش يخرج. تما المحقق غيعطيه السوار ديال طوموبيلتو وغيسد عليهم في الكوميساريه وتحرك في حالو للبلاصه اللي خلى فيها يضاهي. في ديك الوقيته غيكون جون كيعطي العصابه ديال الفأس السلاح اللي اتفقوا عليه وعطاهم حتى يضاهي معاه. تما سوهان غيكون وصل عندها وغيلقاها مربوطه في كرسي في واحد البيرو. سوهان فتح عليها ويلا بغاو يخرجوا غيدخل عليهم واحد العصابه وغيكون هاز معاه السلاح. تما سوهان غيبقى شاد ليه في يديه وما خلاهش يتيري وضربوه هربوا هو وياها. وهما غاديين غيخرج ليهم واحد اخر هز موس. سوهان غيشبك فيه حتى هو ضربوه جابوه في الارض. العصابه غيشوفوا صاحبهم مضروب وتما غيتبعوهم. سوهان ويضاهي غيبقاو هاربين في وسط القوادس والعصابه تابعينهم وكيتيريو فيهم بالقرطاس. وحتى سوهان كيرد عليهم. واحد من العصابه غيجي من ورا يضاهي وغيشدها ويحط عليها السلاح فوق راسها وبقى كيهدد في سوهان. سوهان دارك بحال خوا السلاح ديالو وكان خلى قرطاسه وحده في السلاح. هو غيتيري في التريه اللي فوق راس خونا وغمز يضاهي شدتها وبدات كضرب في خونا حتى صيفطاتو يسرح النعام في الاخره. وفي هاد الوقيته غيكونوا البوليس وصلوا شدوا جيون الرجال ديالو وحتى سوهان غيقبضوا حيت زور الوراق ودار راسو شرطي. المخابرات غيجيو عنده غيعرضوا عليه يخدم معاهم. هو رفض. تما غيجبدوا ليه واحد الشنطه ديال الفلوس. سوهان غير شاف الفلوس وافق حيت كانوا عزيزين عليه. في الخطه اخرى غيبان لينا تشاور الرئيس ويضاهي وحتى سوهان واللي غيكونوا كيوجدوا شي مهمه جديده. حتى لهنا غيكون سهل الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وديروا شي تعليق محفز. كان معكم مول الخاص. تهلاو.